الحضري منزل الصورة دي وكاتب عليها "أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان". قصده هنا ينقذ زيزو لما كان مع سيف زاهر، وسيف زاهر قال له الحضري بينتقد وجودك في المنتخب عشان انت بعيد في الفترة الأخيرة عن مستواك. فزيزو قال له يا كابتن، أي حد بيذكر اسمي بيبقى قصده الريتش والترند وأنا مش هشغل بالي. واحنا هنا بنسيب اختيارات المنتخب واللعيبة للمدير الفني، هو أدرى بمصلحته ومصلحة المنتخب. اما بالنسبة لحتة الجعان فانت غلطان فيها يا كابتن حسام الحضري، لان انت اللي مشهور بيها. لان زيزو احترم عقده مع الزمالك لغايه اخر فتره، ولغايه دلوقتي ليه عندهم 60 70 مليون. لكن انت الناس اللي ممكن تكون ليها عندك فلوس، وانت كنت مشهور في الحته دي في النادي الاهلي، اللي انت عمرك ما جبت ازازه ميه او عزمت اللعيبه على فول او على فطار حتى. وجوزيه الاجنبي اللي قال كده ان عصام الحضري ده من ابخل اللعيبه اللي موجوده في الفريق وقت ما كنت بدربه. غير اللي انت سبت الاهلي وهربت عشان الفلوس وخرجت من الباب اللي ورا وعمرك ما هتخشها تاني. غير اللي انت كنت بتجيب مهيب والشوال الاعلاميين الاوضه عندك في كاس العالم، وتجيب اللعيبه تاخد من وراهم فلوس، وكنت بتحاسب كمان بالدولار. يعني انت ما بتحبش الجنيه بس، طول عمرك بتحب الدولار. وانت طول عمرك اللي مشهور بحته اللي انت ما بتتحركش من قدام البيت غير لما تاخد فلوس. فبلاش يا كابتن ذكائك وتعبيرك يخونك. خدت بطولات ما قلناش حاجه، كنت في جيل ذهبي يعمل من الفسيخ شربات، كنت حارس محترم وجون عالمي ما قلناش اي حاجه. بس ساعدك كتير الجيل الذهبي اللي معاك، اللي كان اي حد ما عندوش فكره ياخد معاهم بطولات. فحاول ما تجيش على الناس او ذكائك يخونك في حته الفلوس، لان انت دي اكتر واحد ترند فيها.